السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير يا رب وصحة يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. نسمي كده ايه الله ونشوف احنا هنعمل ايه النهارده. مطلوب مني اعمل ليمون بالعصفر. فبصوا بقى يا حبايبي، انا بفتحه قبل ما بسلقه. خلاص ماشي، عشان لو سلقته وجيت افتحه بيتفعص، فكده احسن. بروح الايه الليمونه مفعوصه في ايدي. فان شاء الله هفتح كده حبه معاكم وانا سايبه الميه على النار بتغلي، وهفتح حبه كده معاكم وهروح ايه هوريكم انا هعمل ايه يا حبايبي. ماشي. الليمون عامل ازاي؟ جيب الطبق عشان احط ايه تحت الليمون، عشان بينزل منه ايه الميه بتاعته. خساره ليمون غالي، ولا جبته ب60 يا حبايبي. فاني معاكم اهو بوريكم فتحانه، يعني مش تفتحها لغايه الاخر، يعني 4 فتحات كده بس كده، مش تكمل لغايه الاخر يعني، عشان ايه مش يتفتح منك قوي يعني. وان شاء الله شفتوا حبايبي انا بوريكم اهو، والميه بتغلي اهي، مستنيه ما تغلي عشان نروح حاطه فيها زي الفل اهو قدامكم. دي 2 كيلو ان شاء الله. الميه انا يا دوبك كده ايه فرط كده، رحت انا حاطاه في الميه. ماشي. انا بحطها في الميه. دايما لما تجيب الليمون هات الليمونه الصفرا الحلوه الكبيره دي. حطيت الليمونه يا حبايبي وبسيبه 10 دقايق بس ايه يغلى على النار ان شاء الله كده. بص هوريكم العصفر اهوت، انا نجيته والله وخلصته زي الفل. وادي بعمل كوبايه بن باللبن، انتوا عارفين لازم اشرب بن باللبن، بدل في لبن اعمل بن. ماشي يا حبايبي، هخلصها واخش معاكم بقى اشوف هعمل ايه. بس كده. ومعايا همت معلقتين حبه البركه. ماشي. انا حطيت الحبه هات اللي في الكيس كمان. الليمون غلى اهوت. انا نجيت العصفر يا حبايبي خليته زي الفل والله. ايه رايكم؟ كوبايه زيت صغيره بتاعه القهوه البن، بتاعه البن. يا سلام على حبه الزيت دول بقى، يحمل وش الليمون كله، يحمل الليمون كله يعني. فتحت يا حبايبي كيس تخزين، حطيت نصه كده تحت الغطا عشان مش يخشوا هوا ولا حاجه في البرطمان. الليمون معاكم زي الفل اهو. عسل 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 يا حبيبتي اهو. سلام، اشوفكم بخير. مش ننسى الاشتراك يا احلى متابعين. يلا مع السلامه.